هو انت فكرك اللي بيسرق ده بيسرق ليه؟ من وجهة نظرك عايز يكون ثروة؟ عايز يعمل امبراطورية؟ عايز اكوزيشن على شركات ما، ولا عايز عشان يعرف يحقق الغرض بتاع اللوب ده؟ اللي بيرتشي ده بيرتشي ليه؟ اللي بينصب ده بينصب ليه؟ هتلاقي ان الفينالة بتاعته هي حاجة واحدة بس. خد بالك الراجل بالذات او الشاب ما بقاش بيدور انه يرضي نفسه، بقى عايز يرضي اللي حواليه، وده غصب عنه لان هو المجتمع ضاغط عليه من الناحية دي. ان انت عندك اهلك، لو انت اللي مسؤول عن اهلك فانت مسؤول ان انت تصرف عليهم، تخرج من عباءة اهلك تخش في عباءة مراتك، انت مسؤول انك تصرف عليها. تخرج من عباءة مراتك او مش هتخرج منها يعني، تخش في عباءة عيالك، انت مسؤول انك تصرف عليهم. فانت ما بقتش بتجيب لنفسك، بتجيب للي حواليك او من ذويك. فبالتالي اصبح ان الامر ايه؟ اي حاجه والسلام، اي حاجه عشان ارضي الجانب ده، لان لو الجانب ده مرضاش انا هيحصل مشكله، ضغوطات اكتر. والراجل او الشاب ما بيتحملش ضغوطات اكتر من كده، اكتر من ان هو يحس انه ملوش لازمه. فبالتالي هو كل اللي بيجري وراه ده معنى. عارف ايه المعنى؟ انا ليا لازمه. كل الفايت اللي احنا فيه ده عشان انت ما تقولش او ما حدش يقول عليك انك مالكش لازمه.